عندي عليه تعقيب يا ميدو ان هو ما جهز الشيبي نفسيا للمباراه. يعني النهارده الشيبي النهارده خطا الهدف، كوره بكعبه، نرفزه زياده، عصبيه، مش حاضر المباراه النهارده بهدوء. ما انت النهارده انت كلاعب لما تشوف المدرب بتاعك مشدود بالشكل ده، انت كمان هتبقى مشدود. كان المفروض النهارده ان يوريتشيتش يبقى هادي، يبقى هادي وينقل الهدوء ده، لعيبته. الشيبي اخطا خطا كبير جدا، وانا بقول هتقعد بقى تقول لي 10 سنين ان هو ما كانش قصده ان هو يروح هناك يضرب حسين الشحات. هو رايح مخصوص يضرب حسين الشحات، اول مره يروح الناحيه الثانيه في الحته دي، فقد السيطره على، يعني انت خلاص لو الايموشنز هي اللي بقت بتتحكم فيك في الملعب، انت لازم كلاعب كبير، بغض النظر عن المدرب، ان انت قراراتك تكون انت لعيب كبير ولعيب دولي لعيب دولي في المنتخب المغربي. خلص الماتش، الكرة دي خلصت الماتش، كرة ملهاش اي لازمه، ولا راجل رايح مخصوص علشان يصفي حسابات مع الراجل، رايح يضربه، رايح في واحده، وهو رايح لحسين الشحات. الكرة الوحيده اللي الشيبي راح فيها الناحيه الثانيه في نص الملعب الثاني، نص الشمال، هي الكرة دي، ويستحق الطرد، ما فيهاش كلام. وبرضه يا ميدو واضح ان الراجل دخل بين